بيتكلم زيه وبيمشي زيه، وأقرب الناس لعادل إمام بتتلخبط فيه. زعيم الغلابة شبيه عادل إمام، الناس بتجري وراه في الشارع وتتصور معاه على إنه الزعيم. أخو مرات عادل إمام اتلخبط فيه وفكره جوز أخته، وسلم عليه وقعد معاه على إنه عادل إمام. حضر مكان الزعيم في كتير من المناسبات، صور معاه في أعمال كتير، بيتكلم زيه وبيمشي زيه، وعامل نفس تسريحة شعره. فكري عبد الحميد أو زي ما اتشهر بشبيه الزعيم، مصري متجوز من مغربية وعنده 4 أولاد. اتشهر بالشبه الكبير بينه وبين الزعيم عادل إمام، وعلى الرغم من إنه في شبابه ما كانش فيه أي وجه شبه بينه وبين الزعيم، لكن الشبه ده ظهر بعد ما الاتنين كبروا، وخصوصا الشبه في تسريحة الشعر. واكتشف عم فكري الحكاية دي بالصدفة لما كان بيمشي في الشارع، وكانوا الناس بيطلبوا منه إنهم يتصوروا معاه على إنه الزعيم. وفي البداية استغرب جدا، لكن بعد ما بقى المنتجين والمخرجين يدوروا عليه، وبدأ الممثلين في لوكيشنات التصوير يسلموا عليه وينادوه باسم الزعيم ويتصوروا معاه، ابتدى يصدق، رغم إنه كان دايما بينفي ده عن نفسه وبيقول والله مش أنا، ده أنا شبهه بس. التشابه الكبير بينه وبين عادل إمام كان سبب كبير في دخوله في مجال التمثيل، وشارك في أعمال كتير كبيرة ومشهورة. وقال كمان إن بدايته الفنية كانت في مسلسل الظلال سنة 1986، ده غير إنه شارك مع الفنانة نادية الجندي في فيلم حكمة فهمي، ومثل معاها في فيلم مهمة في تل أبيب، ده غير مشاركته مع الفنان محمد هنيدي في بطولة فيلم عسكر في المعسكر اللي صدر سنة 2008، ده غير إنه اشتغل كدوبلير لعادل إمام في أعمال كتيرة، من ضمنها مسلسل فالنتينو قبل ما يعتزل الزعيم التمثيل. وقال إنه اشتغل كمان مع عادل إمام 20 سنة في أعماله، واللي كان من ضمنها بخيت وعديلة والإرهاب والكباب وفيلم النوم في العسل ومسرحية بودي جارد اللي كانت مشاركة فيها الفنانة شيرين سيف النصر. ولأنه بدأ يتعرف في الوسط الفني، اشتغل مع ممثلين تانيين كتير زي الفنان فاروق الفيشاوي وسعيد صالح ويسرى وأحمد زكي وغيرهم كتير. وقال إنه دايما كان بيستغرب المواقف اللي بتحصل معاه من الناس اللي بتفتكره الزعيم وبيروحوا يتصوروا معاه، لدرجة إن مرة أثناء تصوير مسلسل فالنتينو في واحد من الفنادق لقى أفراد شرطة بيقربوا منه وبيتصوروا معاه وبينادوه بالزعيم. لكن اللي كان غريب فعلا هو إنه أخو مرات عادل إمام نفسه معرفش يفرق بينهم، وده لما كان في فيلا الزعيم في المنصورية ولقى أخو مرات الزعيم جاي بيحضنه وبيتكلم معاه على إنه هو جوز أخته عادل إمام. وفي عزا الفنانة شيرين سيف النصر حضر فكري مكان الزعيم، وده بعد اختفاء الزعيم تماما عن الأنظار، ومحدش قدر يلاحظ إن مش هو عادل إمام، لدرجة إن الفنان أيمن عزب حضنه وقال له حمد لله على سلامتك يا أستاذ عادل. وفي واحد من المواقف المضحكة اللي حصلت معاه إنه كان في مطار ولقى إن كل الموظفين بيسلموا عليه ويقولوا له إزيك يا أستاذ عادل، فهو قال لهم لا أنا مش عادل إمام، بس كلهم اتضايقوا منه وقالوا له أنت ليه بتنكر هويتك رغم إن كلنا عارفينك؟ وطبعا ما صدقوهوش غير لما طلع لهم الباسبور وقال لهم والله أنا مش عادل إمام، أنا واحد شبهه. تفتكروا فعلا عم فكري شبه الزعيم عادل إمام للدرجة دي؟ وهل فعلا الناس ما بتقدرش تفرق بينهم حتى القريبين من الزعيم نفسه؟